وجدتها. اللؤى، أصل الحكاية. اكتشفت ان ينفع يكون في وجع بس ينفع يكون في سلام، يعني الاتنين ممكن يبقوا جوايا. انا بعتذر ان انا ما قدرتش اجي الاستوديو لظروف صحيه، بس كنت حابه اشارككم بعمل الله في حياتي. انا برناديت سامي، عندي 27 سنه، من اسره يعني متوسطه. عندي اخ سنه. انا اتعلمت لغايه تالتة ابتدائي الدراسه، ما كملتش بعد تالتة ابتدائي بسبب ظروفي، يعني عشان وانا صغيره لما وصلت تقريبا سنه او سنتين بدأ بابا وماما يلاحظوا انه حركتي مش طبيعية، حركتي ضعيفة جدا، فبدأوا بقى يلفوا على دكاترة وبتاع وكده لحد ما وصلوا في الاخر ان انا عندي اعوجاج في العمود الفقري، رغم ان هو ده ما كانش ظاهر وانا صغيرة، وعندي ضعف عضلات وضعف في مركز الحركة. بدأوا بقى يشوفوا المفروض نعمل ايه، وكنت بدأت اعمل جلسات علاج طبيعي. كنت بتعرض كذا مرة لكسر في رجلي، كذا مرة، يعني رجلي اتكسرت 3 مرات، مرة بسبب العلاج الطبيعي، ومرة كان حاجة عادية يعني موقف عادي، ومرة كانت رحت للدكتور، فالدكتور خدني وقفني في دولاب كده طبي، فأنا عندي ضعف عظام فرجلي ما استحملتش تقول اتكسرت، وكان ظروفنا المادية مش أحسن حاجة فما قدرتش أكمل. انا كنت في مدرسة لغات، فكنت يعني ده فرق معايا بعد كده في انه انا قعدت وقت بسيط بس عندي يعني مثلا مفردات لغوية، الانجليش شغال شوية بس، فكملت لغاية تالتة ابتدائي. وكمان كانت ماما بقت حامل في اخويا، وهي اللي كانت بتيجي معايا المدرسة عشان كان لازم مرافق، انا مش بقف ولا بمشي خالص، بس قعدت في البيت. كنت بحب القراءة جدا، يعني بابا كان عنده كتاب اسمه في صالون العقاد، كنت بحب اقرا فيه، وكنت بحب اقرا الجرايد. انا اصلا بحب اكتب مقالات، يعني الحاجة اللي بلاقي نفسي فيها وانا بكتب مقال، لغاية وانا عندي 10 سنة تعبت فجأة من غير سبب، يعني جالي فيروس حاجة كده، وقتها قعدنا نلف على المستشفيات ما كانوش بيقبلوني، لغاية ما مستشفى قبلتني، وانا داخلة على الباب الاكسجين ناقص، يعني وشي زرق. هما كانوا قاعدين يتكلموا في اجراءات وكده، فالدكتور اول ما شافني كده راح خدني وجري على طول، والاكسجين قعد ثواني ما وصلش المخ. دخلوني العناية المركزة، قعدت 4 شهور جوه. كان ده ليه تأثير ان ايدي ما بقتش تتفرد، يعني ايدي بتتفرد من عند الكوع كده حتة صغيرة، وده ما كانش حوصل الاول. ما بقيتش اقدر اقعد، يعني بقيت طول الوقت نايمة، اللي هو يعني اكون مفروضة على السرير، ممكن بقعد حبة صغيرين نص ساعة مثلا، وضهري بيوجعني جدا ونفسي بيضيق. خرجت من المستشفى شهر 9 2012، وانا دخلت شهر 5 2012. كنت مركبة جهاز تنفس. لما خرجت الدكتور في المستشفى قال لبابا هتعيش بجهاز التنفس طول عمرك، مش هتقدر تشيله خالص. طبعا بقى جهاز تنفس يعني كهرباء، يعني لو النور قطع في اي وقت توتر وقلق. المهم فضلت كده، وبعدين عدى تقريبا 7 شهور، والأنبوبة اللي متركب فيها جهاز التنفس هي بتبقى أنبوبة في الزور كده، شقة حنجري، لان انا طول المستشفى وطول فترة الجهاز التنفس كان ماليش صوت، كنت بتكلم مع بابا وماما بالاشارة، فهي الاحبال الصوتية بتعطل. بعدين كنت بتعب وانا نايمة بالليل، كنت بحط جهاز تنفس. بعدين فجأة برضو قررت ان انا هنام من غير جهاز تنفس، يعني جرأة زيادة وربنا بيسترها. وقتها لما قررت ان انا استغنى عن الجهاز كان عندي 14 سنة بالظبط. فجأة بقى وسط كل ده كان عندي صراعات كتير قوي مع نفسي ومع ربنا ومع الحياة عموما،
اختفت تماما بعد ما حالتي ساءت. يعني حاجة لغاية دلوقتي انا مش فاهمة السر، بس انا قبل المستشفى كنت بقعد اعيط كتير قوي، كنت بقعد اتكلم مع ربنا بلوم وعتاب واقول له هو انت ليه ساكت؟ يعني ليه سايبني قاعدة على كرسي متحرك ومش عارفة اعمل حاجة؟ بعد المستشفى ما بقيتش عارفة اعمل حاجة، يعني بقيت كل حاجة بعملها لازم حد يساعدني. ايدي بقت ضعيفة جدا، مش بتحرك، ما بقعدش. مامتي عند ربنا من 2015. هي كانت عيانة، يعني كان عندها كانسر، بس ما كنتش فاهمة انه المرض ده نهايته ايه. بعد كده لما بدأت تتعب اكتر انا دماغي ما بتقفش، يعني بجد دخلت عملت سيرش وقعدت ادور على تدرج حالة ماما. يعني ماما مش ام عادية اللي هو ايه بتوجه وترشد وبس، لا، ماما كنا بنضحك مع بعض، بنغني مع بعض، بنعمل كل حاجة سوا. فكانت صاحبتي الوحيدة. بدأت تتعب أكتر وتاخد كيماوي، شعرها يقع، شكلها يتغير، بدأت تكون مش مدركة اللي حواليها. بدأ يجي حاجات، يعني أول عيد وماما متدمرة حسيت انه هو فين العيد؟ يعني ما كنتش حاسه بحاجه، يعني كنت شغاله زي الآلة، مفيش مشاعر، ما بفرحش. وبعدين كان في حاجه وجعاني قوي، ان هي كانت بتبقى تعبانه جدا في الاوضه التانية، الاوضه اللي هي على بعد خطوات مني، وانا مش قادره اعمل لها حاجه، يعني مش قادره اكون جنبها. وحاجه من نعم ربنا على ماما بجد، ان ماما كان تدرج الحاله بتاعتها انها تدخل في مراحل صعبة جدا ومش هتكون في البيت، يعني هيجي وقت وتضطر تروح مستشفى. اليوم اللي ماما كانت بتصرخ فيه اللي هو ليلة يوم 19، من كتر الصريخ والألم انا قعدت في الأوضة قلت له يا رب انا جوايا ايمان ان هي هتخف، لكن الطريقة الوحيدة ان الألم يمشي ويسيبها هي ان هي تيجي عندك، خليها تيجي عندك. لحد ما جه يوم بقى، يوم 19/6/2015. اليوم ده بقى انا بصيت كده بره اوضتي، لقيت حركة غريبة ولقيت خالاتي بيعيطوا، ففهمت، يعني فهمت ان ماما راحت السما. بعد كده بدأ ربنا يفتح ابواب شغل وابواب مجالات مختلفة. بدأت اشتغل من البيت، ودي كانت حاجة اصلا مش موجودة قبل، يعني هي فترة كورونا اللي فتحت المجال ده اكتر. بدأت اشتغل كاتبة محتوى، بدأت اشتغل فولو اب، يعني لو ارد على الكومنتات والرسايل. وبعدين بدأت انا اتعلم اكتر ازاي اكتب، ازاي اطور نفسي، لحد ما ربنا فتح باب شغل في بروجكت تبع قناة ساتسيلو. وكان وقتها بيدوروا على كاتبة محتوى وحد تاني يكتب نوع تاني من المحتوى يعني. فلما عملت تيست قالوا لي جربي تكتبي النوع التاني، فكتبت النوع التاني واتقبل. دي كانت نعمة رهيبة. حاليا الدنيا احسن كتير، لكن الصراع اللي كان جوايا اختفى. ليه بقى؟ انا قعدت افكر. الاول انا كنت شايفة او ما كنتش شايفة الحاجات اللي موجودة معايا، انا كانت عيني بس على اللي مش موجود. كان في حاجات حلوة جدا، تفاصيل صغيرة، زي ان انا بطبخ، زي ان انا بكتب، زي مثلا كوباية النسكافيه الصبح وانا ماسكاها بايدي كده وبشرب، حاجة كده متعة كده. فايه فكرة ان انا اقعد اكل في طبق وامسك المعلقة واكل، الحاجات دي كلها اختفت بعد المستشفى. انما ايه، اتعلمت او ادركت انه في تفاصيل صغيرة ممكن تكون اعتيادية، يعني حاجات بتتكرر كل يوم عادي، انما هي بتبقى نعمة كبيرة قوي. فتعلمت اعمل كده في ايه بعد التعب، ويمكن ده اللي ساعدني، يعني ده اللي خلاني ايه اقعد ادعبس في التفاصيل واطلع ادوات استخدمها
في ان انا اعمل حاجة في حياتي. اكتشفت ان ينفع يكون في وجع بس ينفع يكون في سلام، يعني الاتنين ممكن يبقوا جوايا، في حاجات حلوة وفي نور، وحتى لو جه وقت صعب هيعدي وهترجع تشوف حاجات حلوة كتير وهتتطور اكتر. بس المهم تعديه صح، تعديه وانت عينك على ربنا، لان هو اللي هيعديك. اللؤى أصل الحكاية.